أوقفت السلطات الجزائرية المؤثرة حفص مهيون التي يتابعها نحو 20 مليون شخص عبر مختلف المنصات، في خطوة تثير جدلا واسعا حول طبيعة تعامل النظام الجزائري العسكري مع الأصوات التي تخرج عن روايته الرسمية. حفص المقيمة في دبي كانت قد أعلنت ارتباطها بالإمارات، كما سخرت خلال بث مباشر من اسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحضور عدد من المتابعين المغاربة، وهو ما يبدو أنه وضعها في مواجهة مباشرة مع السلطة الجزائرية. وتأتي هذه القضية في سياق تتهم فيه السلطات الجزائرية الإمارات بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، ما يجعل توقيف مؤثرة ذات حضور جماهيري ضخم أكثر إثارة للجدل. فالنظام الجزائري بات يتعامل مع الانتقاد والسخرية باعتبارهما تهديدا أمنيا، بحيث يمكن لمنشور أو بث مباشر أن يتحول إلى قضية سياسية وأمنية بمجرد ملامسته شخص الرئيس أو الرواية الرسمية. فهل أصبحت السخرية من تبون في الجزائر تهمة تستوجب الاعتقال؟